هذا الفيديو موجه لكل اثنين عندهم علاقة غير شرعية. طبعا بعضهم يقول هاي صداقة، وبعضهم يقول تعارف، وبعضهم يقول مجرد كلام يوهمون أنفسهم ويسمونها مسميات أخرى حتى يقنعون أنفسهم أن هذا الشيء مو حرام، وطبعا هذا الشيء حرام أكيد. اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى شنو يقول. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تخيلوا، الأم اللي تعبت عليه، والأب اللي تعب عليه، زوجته اللي معاه في الدنيا، أبنائه اللي يحبهم في الدنيا، اللي مستعد يضحي على موتهم، يوم القيامة يفر منهم. فما بالك أنتي اللي قاعد يعطيك وعود خلف شاشة، وقاعد يكلمش كلام حرام، وقاعد يجرش للحرام، وقاعد تخونين أهلك لأجله. شنو موقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ عبالك راح يفديك؟ لا. مثل ما تخلى عن زوجته وأهله وأبوه وأمه، يتخلى عنك يوم القيامة. وصدقوني، لو متوا على هذا الحال راح تقفون أمام الله سبحانه وتعالى واحد خصم للثاني، وكل من يقول يا رب هو هذا السبب. فديروا بالكم، لا تأمنون أنفسكم، ولا تؤمنون الدنيا، ولا تأمنون أنفسكم بالمدى البعيد. هذه العلاقة محرمة ونهايتها تعاسة، حتى إذا انتهت بزواج ما راح تكون بها راحة، كذلك بها إثم، لأن الطريق اللي ما يرضى الله سبحانه وتعالى نهايته ما راح ترضيك. فأنتم دائما خلوا هذه الآيات ببالكم. تخيلوا أنه اللي زوجته هي حلاله يوم القيامة يفر منها، فكيف أنت المسكينة اللي قاعد يعيشك أوهام، قاعد يعيشك أمور أخرى، وأنت غافلة عن الله سبحانه وتعالى؟ عودوا لله سبحانه وتعالى، واتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن النهاية إلى الله سبحانه وتعالى.